السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سهير ومودي، والنهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو جديد. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير. سهير ومودي، ونقول دعاء كده: يا رب يشفي كل مريض، يا رب يرحم امواتنا جميعا. ونسمي بالله كده ونقول ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندنا مكونات النهاردة. هنعمل بقى ايه؟ بلح الشام. ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. مقادير بسيطة وموجودة في كل بيت. عندنا هنا كوباية دقيق وعليهم رشة الملح. عندنا هنا نص معلقة سكر، معلقتين نشا، معلقة خل. وعندنا هنا ربع كوباية زيت. عندنا هنا 3 بيضات حسب ما ياخد بلح الشام، ممكن ياخد 2، ممكن ياخد 3. عندنا هنا كوباية مية. كل دي المكونات بتاعة البلح الشام، بسيطة وما فيهاش اي حاجة. نبتدي ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعملها نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط السكر زي ما انتم شايفين. هنحط هنا كوباية المية. هنحط هنا الزيت. هنرفعها كده على البوتاجاز. وهنحط هنا النشا على الدقيق. مع رشة الملح احنا حطيناها، ونقلبهم برضو مع بعض كده. هنا هنحطها على البوتاجاز بقى لغاية ما تغلي. مجرد ما تغلي هنمشي خطوة خطوة مع بعض. مجرد ما هتغلي المية هنحط الدقيق. وهنا مجرد ما غليت بقى المية اهي، نحط بقى كده. هننزل عليهم الدقيق بالنشا برشة الملح. نقلب، نخليها دقيقتين كده على البوتاجاز. شايفين القوام بتاعها؟ نقلب كده لغاية الدقيق ما يختفي معانا. شايفين الشكل عامل ازاي؟ شايفين؟ انا هسيبها بقى تبرد بقى شوية. وبعد كده هنحط لها البيض تهدى شوية عشان البيض، بس عشان السخونية. ودلوقتي بعد ما هي بردت اهي، شايفين عاملة ازاي؟ هناخد بيضة. هو البيض ده كبير، فهنعمل 2 الاول ونشوف كده لو احتاجنا واحدة كمان نعمل. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنحط معلقة الخل ده بيخليها هشة. نحط هنا الفانيليا. هنضرب واحدة واحدة لغاية ما تختفي، وبعد كده نحط التانية. بسم الله الرحمن الرحيم.
اهو شايفين اختفت خالص البيضة اهي، زي ما احنا شايفين كده. هنحط التانية. لو احتاجت التالتة هنحطها. شايفين القوام بتاعها كده بقى، مش محتاجة اهي، مش محتاجة البيضة التالتة. شايفين عاملة ازاي اهي. فاحنا كده خلاص. ودلوقتي بعد ما احنا خلصنا اهو، حطيناها في كيس حلواني. البلبلة اللي انت عايزاها اعمليها اهو زي ما انتوا شايفين كده. والزيت هنا يكون بارد، اما لازم يكون بارد، ما يكونش سخن مش زي الزلابية، لا ده بيبقى الزيت بارد اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين الحجم اللي انتوا عايزينه اعملوه اهو. شايفين انا هكمل واوريهولكم بعد ما نخلص. ما نملاش الطاسه قوي عشان لسه برضو هيكبر، فعشان ما يبقاش مزنوق هنا في الطاسه نحاول على قد الكميه اللي احنا عايزينها ونكمل بعد كده تاني. دلوقتي شايفين بعد ما اهو ما عملناش كميه كبيره، يا دوبك اهو حاجه بسيطه. ما نحطش الكميه كلها في الطاسه عشان هو بيكبر. شايفين اهو، والزيت بارد. ونعمل الكمية اللي احنا عايزينها ونسيب فراغ لما يكبروا كده اهو. شايفين الشكل عامل ازاي؟ تحفة. وهنا عندنا الشربات. انا بعمل الشربات وبشيله في برطمانات. تعملي الشربات الاول كوبايتين سكر وكوباية مية وعصرة ليمونة، وتسيبيه لما يبرد عشان لما يطلع نحطه على الشربات على طول اهو زي ما انتوا شايفين. انا هكمل سواه واخلص واوريهولكم. دلوقتي بعد ما احنا خلصنا شايفين تحفة ومقرمش وجميل زي ما انتوا شايفين. الله ما شاء الله عليه اهو. متنسوناش بقى في اللايك والشير. سوير ومودي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.